شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير، ورجعنا لكم فيديو روتين جديد. والحج شو يسوي اليوم؟ ها؟ خلونا لايك للفيديو واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد. واليوم اربعاء يعني سمك. شلون سمك؟ تخبل وتجنن. هاي جبناها هسه، طبعا هسه جينا كنا نتسوق، جبنا اكبر سمكة اليوم بالسوبر ماركت، بس راح نقص راسها ندبها على مود تصير بالصينية مال الفرن. اذا ما تقصها ما اقدر. نكمل. هاي ذبها؟ ذبها اي كلها زفر. هسه انا دا اصور. اشتريت شوية مشتريات، اشتريت هاي اكيد راح تعرفون ليش. والبنات اشترن هذا السناك مال سوشي. جبت ماتشا للمتابعات، طلبان الماتشا هواية جبت. وجبنا هماتين ماسك القدم، هم بنات هواية طلبوه، فذني كلهن راح نسويهن. ولو ليش طلعهن من العلاقة خليهم. هذا لازم تسوي لنا اللينس محمد بهذني. جبت هاي لزقة، لو تشوفون رجلي شقد صاير بيها البارحة من الكعب، واليوم هيجي يعني تكرمون محملة جراحة ولا اقدر امشي. اليوم ما قدرت البس حذاء. جبت بازاليا على مود اسوي هيجي برغل احمر ويا خضار. وهذا اقوى مانع تعرق بالعالم. زين اشتريناه اليوم لان الجو حار. هذا رجالي طبعا مو نسائي. وهذا الجرس مال انه اقوى ابار بالعالم. هاي لانه صار عندها باسكل، صارت تسوق باسكل، وجبنا لها هم قفل للباسكل على مود شنو من تروح بيه للمدرسه تقفله. وهاي الماسكات طبعا هذا الماسك هو يسالوني لما اقول لهم باكج يقولون ليش باكج؟ لان هذا الماسك هو راح يقشر لكم الجلد والجلد راح ينشف، فلازم تاخذون الماسك الترطيب ورا اسبوع من التقشير ترطبون، وبعدين يجي ورا كريم ترطيب دائم. هاي يعني شو يسموها عناية دائمة. فهذا هو الباكج، يجي ماسك تقشير وماسك ترطيب وكريم. فيلا هسه بدنا نرجعهن للعلاقة بعدين اصفطهن. حطينا بس اي هاي مال انو، هاي مال محمد. بس اريد اخلي لزقة رجلي متت. ها جبنا بيض هماتين، هسه لازم اصفطه بالحافظة مالته. طماطة هم لازم اغسلها. محمد هم زين قص السمكة خلصنا من بعد. طبعا دائما يسألوني طلبوا المنتجات، يطلع لكم الرقم بالشاشة او باول تعليق وبالوصف. ريحة الزفر، هذا زفر. وين بس تشميها؟ لا مش تميتها شنو. المقص وين وديتيه؟ بالحمام. مال الحمام. بس خل ابدل ملابسي واجي. هسه ننشفها. وهاي هنا عندنا خلطة الزنجبيل والليمون حتى نخلص من الزفرة نهائيا. هذا السمك شوية يختلف اليوم، بس شنو قد بيه لحم. عبالك خروف مو سمكة. السمكة الثانية وين؟ ضميتها بالفريزر. اي والثانية طلعها. لا علي من هي نظيفة. هيك شريتكم وهاي متابعين معترضين يقولوا ليش سمكة وحدة؟ يردون سمشتين. بس هاي عملاقة عمي. بس هاي كبيرة اليوم حيل، لأنه احنا الجهال ترى ما ياكلون. احنا الجهال. يعني جهالنا مو احنا الجهال. جهالنا ما ياكلون، بس شمس وآدم ياكلون سمك. انه تاكل بس مرات انه مرات اي تتفيك. يعني مو القصد احنا ناكل وما نخليه. يعني مو القصد من الموضوع احنا ناكل وما نخليهم. لا هم يفضلون الاندومي على هاي الاكلات مالتنا اللي نحبها احنا، السمك والاكلات اللي نسويها.
تخيلوا حنوش ملاكم وما ياكل سمك. اول مره اشوف. اكو ملاكم عراقي، اول عراقي يدخل للامام اي. اي ما يتجاهل يكمل وين بس يلعب باسم العراق. انا كان عندي لمن جوزي وين خليناه؟ هسه هذا ملح خشن. خليت الفيديو مو دا تصور هذا الشاشة. والله. البصل وين؟ البصل برا. انه دزيتنا خلاص. هاي البربر هيك وينها؟ طبعا هاي الطماطة انه هي بس على مود افرك بيها الملح الخشن وهم يعطي نكهة طيبة. وانا شققتها ترى السمكة. اي حتى ذوب بيها الملح. طبعا هاي المبراشة خليني اشوفكم هسه يلا. اي والله هسه شوية راح اخلي مو هواية من هذا الخلطة اللي بيها زنجبيل وكاري شوية، بعدين بالاخير راح اخلي ويا الصوص والبهارات حتى شنو نقضي على الزفرة نهائيا. هسه بس هيجي. وهي صارت يا ابطال. وهسه تعال اشوفكم راح اسوي نوعين من المقبلات. شنو هي؟ اول نوع راح اسوي جاجيك عراقي، اذا مو ابن عراقي هيجي وعليه علم العراق مو قبول. والشغله الثانيه راح اسوي البصل المخلل مالتنا، البصل الطرشي اللي هو مو صحيح؟ صح. مخلل يعني طرشي. والله العظيم. هاي خياره مال عمالقه نبرشها هالبرشه هاي للجاجيك. شو وقت تجي؟ جاء اجيب. فهنا راح اسوي برغل احمر راح اسوي. اليوم راح احاول بهذا الروتين راح اسوي لكم كل الاكلات الصحيه والخبز الصحي اللي راح اسويه والكيكه صحيه ان شاء الله كلنا الحق اسوي لكم اياهم بهذا الروتين حتى تستفادون منه، لان هواي من المتابعات بالتيك توك يقولون دنيا هم شاركينا بالروتين، حتى اللي حابه تنزل وزنها، اللي لا سامح الله الله يبعد عنكم ان شاء الله كلكم صحه وعافيه، اللي عنده سكر همتين يقدر يستفيد من هاي الوصفات. ان شاء الله راح نسوي الكيكه اليوم بدون طحين بدون لا يعني خطيه، يعني شي واحد يعاني من عنده انه ما يتمنى لغيره طبعا. وراح اسوي لكم خبز صحي هماتين وسهل ويخبر ويجنن وسريع. فهسه هنا انا حمست البصل على مود اسوي برغل، وجبت بازاليا بعد راح اخلي وياه. حطينا جزر، حطيت هيل هماتين، وهسه بعد راح نخلي كمون وقرفة للبرغل. هسه البازاليا هسه خليت المعجون راح اضيف البرغل. هسه هاي السمكة استوت من فوق تماما. هسه ايش راح اسوي؟ راح اخلي لها الصوص واعلق الطباخ من جوا الفرن العفو وادخلها الفرن. شوفي محمد ثبرتنا بالبصل. هسه خليت هنا شويه نص خاشوقه ربع خاشوقه معجون طماطه
وراح اخلي وياه من هذا الخلطة اللي هي هذا كركم فريش وزنجبيل وبرتقال وليمون. هاي خلوها تتبيلة للدجاج للسمك لأي شيء، مستحيل يبقى زفر. طعم السمك والدجاج يتغير 180 درجة. وبعد ايش راح نسوي؟ نعصر ليمون. خلصت من اللجان هاي مو على اساس تسويها مني. شنو بوتيتات هسه نخليهم وياها ولو بعد ما يلحقن، لان هسه بس هيجي يعني الصلصه تستوي من جوا. خلينا باكر نسوي ويا غير شي. آدم اكتب لي الباب. طبعا هاي مرة الالف نصور لكم الطريقة وتبقون تقولون نريد الطريقة. خلينا نسوي لهم هاي الكمية وبعدين نسوي ذيك الكمية دنيا. شوفوا وين الخلط؟ اليوم سوينا هواية لان نريد نبقى نبقى احنا بالثلاجة لو هو يبقى بالثلاجة واحنا هو ياكلنا. اي ديري نخلط تمر. نخلط تمر. كافي. ملح ناعم. وقبلها نقعها بالملح الخشن. واو وين اوديها؟ رجع اي كافي. دقيها تعال بعد رجع. لا والله هواي هذا. اي قبلها نقع بالمي الحار والملح الخشن مدة 10 دقائق. مي حار مو مال غلاية. اي مي حار عادي يعني. مي حار مال سينك. اي هسه راح تحتاج بعد ملح. شفت؟ لا والله كلش كافي. خلينا نخلط بعد يبغى تخلص شوية. كافي هيك اهم شي تمردونه. تجعصونه تمردونه كيفكم. دا قام يبكي واخرج يد. هسه ديري السماك طبعا حسب الرغبة. لا يوقع هواي. لا مو هواي. هاي بعد بس دير باج خاف هو يوقع. ديري بس يقولون ليش محمد يسوي بديه؟ عادي هو ابونا. طبعا دنيا قالت تريد كمية هواي. اي منضل يوميا نسوي معنا البصل نحطه بالحافظة ونخليه بالثلاجة ونطلع بس على قد الغداء حتى يصير اطيب. كل ما يتأخر بالثلاجة يصير اطيب. ايه هسه شنو؟ هاك نضوي. يلا اما يموت الحمور. بعدين كل جانا بوست. لا انه لا ايش وين راحت؟ طريقتها بالباب. هذا راح تضمد الثلاجة. بس طلع لي الغداء. من تاكلون طلعون لا الي هذا. يدق له في الفتاة بس قال له الو وسده. هاي نسدها ونخليها بالثلاجة ومن نريد نطلع من عندها. تقدرون تسوون كمية هواية مرة واحدة. هسه اجانا بوست. تعالوا نفتحه سوا.
اي هن ذني. هو ده هو ده. هيدي هو. هيدي هو. اشترينا بطاريات جديدة للكاميرا هن والقاعدة مالتهن حتى نصور لكم زين. شقوا لنا لايك للفيديو، اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد. ما ادري من يخلص الفيديو اقرر انزله بيا قناة. مرات اصور روتين وبعدين اشوف الفيديو لا هذا مو مال روتين، خلينا ننزله بالقناة الاولى. ما ادري حسب. هذا غدانا يعطيكم العافية. ده تسوون قبل الاكل ستوريات. وهذا ادم اليوم ما قلت لهم السلام عليكم. ها قوم وقوم ظهرك طالع. ادم ماما تحكي يلا. يلا محمد عوش لازم ياكل. قوم يلا غير يلا كملنا. يلا ادم شو ما سلمت. السلام عليكم. يلا تعال تغدى يلا. لازم تشوفون انستغرام انو تصور لكم ستوريات. انستغرام شمس. هو حتى حنونهم ما تفوجئ. هاي شلون السمكه هاي اليوم؟ تموت. أنا عايز يمكم. لا ما صرت. يلا اكل. كم طيتيني على الماعن صغير ها؟ ها مال البصل؟ اي هاتشي. يو هذا دجاجك تريد؟ يلا خلي الحق انا اسوي ستوري. شفتي هذا هنا المكان اصلي. هاك. طيب اخذت سمك بعدك؟ لا اخذ امدي يلا هاي قريب. تعال اسوي لك. ما تاكل سمك؟ يا ليش؟ صنعية. يا شو يسمونه الصدر دول فندوه. هاي بعد ما تشرب ما دام شربته. تسوون يا حلوين؟ أنا عايزة تشبيل البلاي. تريد تشبيل البلاي وانه ما تخليك مو؟ ليش ما تخليه أريد يشبيل البلاي؟ أبوع. يلا خليه يلعب بلاي يلا. صباح الخير. ليش ما قلت ذيك هسه السلام عليكم؟ ليش هسه؟ طبعا ما تعرفون البارحة صار بيه ورا الغداء رحت سويت كم شغلة وتكرمون. البارحة لبست كعب، يعني هذا الكعب انا بالعادة البسه. يا ويلي صار بيه رأسا هيك صارت مثل الفرقاسة، وبعدين رأسا انفخت، رأسا قامت ذب مي، يعني اسم الله عليكم سمعون العافية، رأسا انحفرت رجلي. وبعد هسه ما قدرت اقوم ادوس عليها حيل، وحسيت نفسي سخنت وهيك ما اعرف صار بيه فنمت من وقت. فيلا اليوم ان شاء الله نخلص لكم الفيديو، واليوم عطلة عندنا الاطفال موجودين بالبيت، راح اروح هسه اسوي لهم ريوق ونكمل الفيديو مالتنا، لان قلت لكم اريد اشارككم الكيكة الصحية وبعد هواية شغلات نسويها ان شاء الله بهذا الفيديو. بس شوفوا يعني اني بعد ما اقدر امشي، ما اقدر نهائيا، يعني والله ما ادري صار بيا. شوفوا، وخليت لها اشتريت لها لزقة، شوفوا هسه خليت لها لزقة رجلي، ما ادري والله ذات تشوفوها. خليت هاي تسحب المي اللزقة. شوف تعال شوف، خليت لها هاي اللزقة تسحب المي. شوف ادم شفتها؟ ايه حيل حيل اذتني، ما اعرف والله هيك بسرعة صارت، ما متوقعة يعني غير تظل يوم يومين، لا بسرعة صارت هيجي. قلت لكم صارت فرقاسة النوب، رجعت قامت ذب مي وانتفخت، ويا ويلي ما اقول لكم.
على العموم يلا خلونا نخلص روتيننا وشغلنا، لان حتى لو يصير بينا على قولة ادم لازم نشتغل. والله قعدت من الصبح الساعة ب8 قعدت، هسه حاليا ب10:30. قعدت ب8 نظفت مسحت، تكرمون نظفت الحمامات، غسلت وجبة ملابس بس خاوليات وشغلات بيض شريتهن، وهسه بعد عندي وجبة هم ارد اغسلها. فما قدرت افتح الكاميرا واشارككم من ورا، هاي رجلي حيل مأذيتني. فهسه قلت لا بعد خلاص اجيت للمطبخ لازم افتح الكاميرا. قلت اوزن، تعالوا خلينا نوزن اول، خل اوزن قبل ما اشرب مي، قبل ما اسوي كل شيء. يعني هنا خله هذا بالكوزمتيك، هذا الميزان، هاي يعني يا جمالي. لسه مصفر الحمد لله، الحمد لله. زايد وزني 100 غرام هاي على الاكل مال البارحه مال السمك والبرغل، وهاي اليوم زايد وزني، بس هذا هيك، هذا ما ينحسب وزن. هو الوزن مالتي تقريبا ثابت، انا محافظه عليه وباقيه على نفس نظامي اللي هو صيام متقطع. شفتوا البارحه بيش ساعه تغدينا؟ ما اتذكر بيش ساعه، تقريبا بثلاثة، بس خل اتذكر الساعه بالضبط. المهم قبل 6 البارحة كان ريوقنا غدانا العفو، وهو على الغدا بقينا ونمت اني من وقت، يعني بالليل نهائيا ما اكلت ولا شي، بقيت شربت مي. ومن طلعنا برا انتو ما شفتوا، ما اخذت الكاميرا وياي، شربت ماتشا. يعني حتى من نطلع برا اللي متابعيني بالانستغرام بالتيك توك يشوفون انا انزلهم الستوريات، حتى كتبت لكم حتى من نطلع برا اطلب شي اطلب ماتشا. فشربت ماتشا ونمت بعد بالليل، قلت لكم ما شربت ولا اكلت ولا سويت اي شيء. تتوزن؟ اي مو عمرك هذا وزنك. قد وزن ادم 23. اي كبران صاير رجال. شو عليه هو بالكبر. الجمبل ارد اخذه بالله استعمله، لسه ما استعملته. ومن ورا تلفون. اي هذا هسه راح اخذه افتحه ونسوي بيه لايف، لان هاي من الصبح علاقتها شويه تهويه، هسه بعد نسدها، سد البارده هم. ندوس؟ لا ماما ما يصير، اطلع برا ما يصير ندوس. اي هسه تقريبا شويه بالحر نخفف تقشير الطحالب الاخضر، بس للمضطره حيل انه نقدر نسوي لها انه يكون شغلها بعيد عن الحراره وبعيد عن الشمس. والله الباقي لا بعد ما يصير نستعمل تقشير الطحالب. يلا دومي، يلا نطلع. ممنوع الدخول هنا، ممنوع دخول الاطفال. بدي افتح هذا الجيمبل حتى اخلي بيه الموبايل، بدي اسويهم لايف. هاي طبعا بذور الكينوا انا منقعتها من البارحة، وهسه راح نسويها بالمكسر. هسه بعد ما ضربناها بالمضرب نخلي لها بهارات، اي بهارات انتو تحبوها، بس انا اخلي اهم شي الكمون، شوية كمون، بابريكا، فلفل اسود وملح.
هسه هنا خليت الطاوة على النار تحمى. نجي بين ما يستوي الخبز، طبعا تاخذ وقت بالطاوة هواية، يعني اكثر من 10 دقائق. يلا تقلبوها على الوجه الثاني تاخذها من 10 دقائق وبعدين تخلون وحدة ثانية. فهسه نسوي هاي الكيكة. طبعا انا جبتها قبل فترة شفتوا. هاي تحتاج 4 بيضات و84 ملم غاب سؤول، يعني زيت صحي. فهاي البيضات حضرناهن. هذا الزيت خذت قياس انه 84 ملم زيت الراب سؤول. حتى ما يطير علينا. هسه شغلت الفرن على 180 فوق وجوا، وراح ادخلها للفرن 45 دقيقة. هذا القرود نجيبه ونخليه 45 دقيقة. هسه نرجع لخبزاتنا. شفتوا قلت لكم ياخذن وقت. هسه انا سويت هنا 2 وهاي الثالثة وبعد شوية عندي عجين. نزلت؟ لا خلاص. ايوه نازله. واو خبل وتجنن صدق. بس اخذت وقت من عندي لانه الفرن هذا قوي 25 دقيقة. بس شوفوا الجمال. وهاي النتيجة مال الخبز. شوفوا تقدرون تسوون بيها لفة، اي شي تخلون، بيض، جبن، اي شي تريدون. شوفوا شلون طرية وحلوة. شوفوا هاي شكلها الكيكة من الداخل تخبل وتجنن. شوفوا لي الجمال. واسفنجية. ايش رايكم بيها؟ باع اللون يموت. يعني السوشيال ميديا ما يصير تقولوا الواحد خاله باسمه، قولوا له. فين الستاند مال الصينية؟
ليش البصل يقدم شيء؟ اي طبعا يقتل كتل، مو زين على القانون. سوي انتفاخ بالبطن. نسوي ويا هذا نخبطه شلون ذاك اليوم سويتي؟ ولا بعدين بطاوة. انه بنسلقها لا. ايه